كان في واحد حبيبنا قوي كده على نياته وغلبان اشترى حمار جديد، فكان فرحان بيه قوي لدرجه انه خده وطلعه على السطح فوق علشان بقى يوريه البيوت من تحت والشوارع عامله ازاي، عشان يعني الحمار يبقى يرجع لوحده. وقضى اليوم كله معاه وفرحان بيه قوي، عمال بقى يجيب له برسيم وجزر وبطاطا والحاجات اللي الحمار بيحبها دي. لحد ما اليوم خلص وجه صاحبنا عايز بقى ينزل الحمار عشان يدخله الزريبه جوه. الحمار ما رضيش ينزل. يا عم يهديك يرضيك انزل. الحمار يقعد يرفس برجليه، مش عايز ينزل من باب السطوح. يعني الراجل يزق فيه ويجيب مراته وعياله يزقوا في الحمار من ورا، والحمار عمال ينهق وصوت عالي ومش عايز ينزل. عجبته القعده فوق. طب الراجل يعمل ايه؟ قال طب انا كده يعني هاتها بالقوه بقى. يشد جامد في الحمار، يضربه بالكرباج، الحمار يقعد يرفس برجله. المهم الحمار عمال يرفس جامد ومعترض لانه مش عايز ينزل. السقف بتاع البيت دوت، طبعا بيوت زمان هي بتبقى دور واحد وسقف خشب. سقف الخشب بدأ يتهز وبدأ يضعف. الراجل حس ان السقف هيقع، راح نزل جري، خد مراته وعياله وخرج بره البيت. قال لها يلا احسن الحمار ده شكله مجنون ومش عايز ينزل والسقف بدأ يقع. ويندهوا الحمار من كتر ترفيسه جامد راح السقف وقع بيه. طبعا الحمار لما وقع مات. فجه صاحبنا وقف كده وشاف الحمار سايح في دمه وقال له ما هي مش غلطتك، هي غلطتي انا، عشان انا حطيت الحمار في مكان اكبر من مكانه. انت كان مكانك الزريبه، لكن انا عشان رفعتك لفوق محدش عرف ينزلك، واديك ضيعتنا وضيعت نفسك.